مقادير أحسن كيكة بالعالم. تجيبون 3 بيوض وتفكشونهم، تحطون كاس منكم، واللي ما يحط لايك لا يعتبر نفسه منه. تحطون شوية فانيلا. خلصتها. وتجيبون أكبر قفشة وتعبونها بسم الله وتعبونها يا ليل من البيكنج باودر. فضحنا. خلصنا، بس أول شي راح نخفق نص هذا المقادير بمخفق اليد، مدري مضرب اليد، الخلاط. كيكة أبغى تصير بحشوتي ذا طار بوجهي، بس يلا عادي مرت بالسلام. بعد ما تخلطون يعني 3 دقايق أو أكثر عشان تصير منفوحة الكيكة، تصبون نص كاس زيت وتبدون تخلطون مرة ثانية، بس يعني أقل من قبل. تحطون كمان كاس حليب سائل، تحطون كاس حليب، تحطون ظرف كريم كراميل. ما أدري ليش قلت كريم كراميل، بس عاد مشوها هذه. تحطون كراميل اللي زي كذا، يعني ما أدري الظروف الظرف. بعدين إيش، كاسين وربع دقيق منخول، انخلوه بالصفاية، وبعدين حطوه هنا بعد ما علمتكم التعليمات. ليش تنخلون؟ عشان يصير سفنجي وطري وزي كذا، أنا عرفتوا. المهم خبرة اسألوا خبير انتم. بعد كذا تخلطون بشويش بهذا الخلاط. ما خلصتوا فقرة الخلط، تجيبون الصينية اللي انتم تحطون فيها الكيكة، وزع عليها طحينة. اللي ما يحب الطحينة ترى ما يبان فيها طعم. ثاني شيء إذا حابين تحطون زيت حطوا زيت، معلش قاعدة أنفخ عشان ما يبان أصواتهم. إذا تدهنون كامل الصينية زي أي زيت تدهنون، بس أنا أفضل طحينة، ترى ما يبان طعم صدقوني. تحطون 15 دقيقة من تحت أول، بعدين 15 دقيقة من فوق. جهزنا الجلسة الخارجية وتلفزيون وحركات، هذا كله عشان كيكتي تخيلوا. خلصت طرطتي. الله ايش احسن منك يا بعد قلبي ريحتها خلصت. هذا شكلها نهائي. احنا ما نحط عليها شيء، نحبها كلاسيك، ما نضيف عليها اي حاجة. توفيقا وتسديدا لأن هذه الطائفة والله الموعد.